نعجبی حالا بودم خوردیون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا ای جان فدا جان فدانه جان فدا ای جان فدا. مساء الخير وحياكم الله أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم. اللجنة الدستورية وما أدراكم ما اللجنة الدستورية يا بني شعبي الكرام. إنها باختصار اللجنة التي أثارت أكثر إشارات الاستفهام حول شرعية دستوريتها وأعضائها ودورها المشوب بالغموض والتناقضات العديدة حول خدماتها ووظيفتها أو وظائفها وخاصة السياسية والقانونية في ظل فقدان القرار والسيادة السورية والتي يحمل الشعب السوري مسؤولية ذلك وغيرها من أسباب ديمومة الأزمة أو المأساة السورية للنظام والمعارضات معا، وناهيك عن محاولات إعادة تأهيل النظام من قبل العالم العربي والدول العالمية الكبرى المؤثرة بالوضع السوري، والذي سنناقشه كله وتحديدا موضوع اللجنة الدستورية واجتماعاتها الأخيرة في هذه الأيام بجنيف مع ضيفينا الكريمين الدكتورة سميرة مبيض وهي شخصية سياسية وباحثة أكاديمية سورية معروفة وعضو اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المدني ومقيمة الآن في باريس. أهلا وسهلا بك دكتورة سميرة مبيض، نورتي شاشة بيف تي في. أهلا بكم، مساء الخير، شكرا للتقديم أستاذ سليمان، ومساء الخير للمشاهدين. مساء النور، نورتينا. كما نرحب بضيفنا الأستاذ حواس عقيد، وهو شخصية سياسية واجتماعية كردية سورية معروفة وعضو مؤسس وقيادي بحركة الإصلاح الكردي في سوريا، وكذلك قيادي بالمجلس الوطني الكردي في سوريا وعضو سابق باللجنة الدستورية السورية. أهلا وسهلا بك أستاذ حواس، نورت شاشة بيف تي في. شكرا أستاذ سليمان لك ولكل كوادر والأعزاء لبيف تي في وللدكتورة سميرة والسادة المشاهدين. جزيل الشكر لكم وباسمكم جميعا باسم كل مشاهدي بيف تي في الأكارم. لابد أن نشكر من هم بالكنترول وراء الستار: الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، والكاتبة المعروفة يسرى زبير، والشاعر الجميل عبد الخان تلداري، لهم منا جزيل الشكر. الدكتورة سميرة، سنبدأ معك. تفضل. وقبل أن نتحدث عن سخونة اللقاء السادس أو الاجتماع السادس للجنة الدستورية، لابد أن نعرف بداية مشاهدينا ومتابعينا ما هي اللجنة، ما هي أسباب وشرعية تشكيل اللجنة الدستورية ووظيفتها بالأزمة السورية. تفضل. نعم، شكرا لسؤالك الهام كبداية وتمهيد لهذه الندوة النقاشية. طبعا اللجنة الدستورية بدأت منذ عامين تماما، يعني بتاريخ بهذه الفترة الزمنية منذ 24 شهر تم انعقاد اجتماع بناء على تتالي من العمليات السياسية، والذي يقضي بإنشاء لجنة دستورية سورية طبعا بداية للقرار الدولي 2254، وفيما بعد تم إطلاق هذه اللجنة من جنيف، من مقر الأمم المتحدة من جنيف، بعد أن كان أيضا قد عقد مؤتمر سوتشي، وكان هناك محاولات لتشكيل اللجنة بشكل أو بآخر مهيمن عليها من قبل محاور دول الستانة، وفيما بعد تم إطلاقها من جنيف بشكل أكثر توازنا، على أمل أن تسعى هذه اللجنة لوضع دستور سوري جديد لسوريا. إذن الهدف الرئيسي للجنة الدستورية هو وضع دستور سوري جديد. هذا الدستور السوري يعني يسمح أو يكون داعم بعملية الانتقال السياسي، ويضع الأطر الرئيسية لعملية الانتقال السياسي.
اليوم بعد طبعا 24 شهر لازلنا طبعا بشكل أو بآخر كان هناك تعطيلات كبيرة لعمل اللجنة الدستورية. كان هناك 5 جلسات ونحن اليوم في خضام الجلسة اسمحي لي ادخل قبل دخولي نشاطات او اجتماعات اللجنه الاخيره. يعني هناك من يرجح من السوريين سياسيين كبار وغالبيه الشعب انه المفروض اللجنه الدستوريه يعني يكون هناك حل سياسي، يعني فاللجنه الدستوريه تاتي بعد الحل السياسي، وهذا التفاف. هناك من يقول التفاف على قرار 2254. ما صحه ذلك؟ طبعا يعني أقدم وجهة نظري ووجهة نظر لنقل بشكل أو بآخر قراءة موضوعية لواقع الحال السوري. عملية الانتقال السياسي تتطلب توافق على رؤية سورية، على ماهية الدولة السورية مستقبلا، على الأطر الأساسية في الدولة السورية مستقبلا. فبالتالي وهذا الإجابة على سؤال ماهية الدولة السورية مستقبلا هي العمل الدستوري حقيقة بكل بساطة. فبالتالي لكي نعبر للانتقال السياسي، لكي يكون هناك فعليا هذا التغيير بسوريا، يجب أن يكون هناك توافق على الدستور السوري. فبالتالي العاملان أو المساران متلازمان، ولا يمكن أن نقول أن أحدهما سيسبق الآخر وإلى ما هنالك. إنما هناك تكامل في هذه العملية، ولا يمكن أن يتم جزء منها بدون الأجزاء الأخرى. وطبعا بغض النظر أيضا عن المسارات الأخرى التي تسير بما يتعلق العدالة الانتقالية أو بما يتعلق ملفات المعتقلين والمغيبين. كل هذه الأمور متكاملة تشكل عملية الانتقال السياسي. الانتقال السياسي هو ليس استبدال أشخاص، إنما هو في يعني عملية تغيير فعلية في سوريا بناء على مطالب السوريين بداية، بناء على واقع الشعب السوري، وبناء بشكل أهم ما الذي سيحقق الاستقرار ويحقق يعني بعد 10 سنوات من الصراع يحقق فعليا حقوق المواطنين السوريين جميعهم، ويحقق ويبني للمواطنة السورية والمساواة بين المواطنين. نتمنى لكم التوفيق. سنعود إليك بعد أن نسأل الأستاذ حواس مرة ثانية. أهلا وسهلا بك على شاشة بيت تي في. أستاذ حواس، هناك شكاوي شعبية وسياسية كردية، بين قوسين سياسية، من قوى سياسية يعني، عن شعورهم بالتهميش في حجم عددهم، عدد الكرد، ودورهم باللجنة الدستورية. هل ذلك صحيح ولماذا؟ بكل تأكيد نحن متفقين مع هذا الرأي، ولم أثناء تشكيل اللجنة الدستورية ربما تفضلت أستاذة الدكتورة سميرة بآلية تشكيل اللجنة الدستورية والدول التي تدخلت في تشكيل اللجنة الدستورية، وكان سبب أساسي بقناعتنا تبادل مصالح الدول في تصنيف أو اختيار أعضاء اللجنة الدستورية بشكل عام. لا يخفي على أحد أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية لقلة نسبة الكرد الموجودين في اللجنة الدستورية. لا شك وجود المجلس الوطني الكردي بالعدد لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن النسبة الحقيقية للكرد في سوريا، إنما هو تمثيل رمزي لكيان سياسي كردي كما تعلمون. ولكن هذا الممثل الموجود في اللجنة المصغرة يسعى أن يكون صوت الكرد وصوت مطالب الكرد إلى جانب صوت كل القوى الديمقراطية والليبرالية في سوريا، لأن كما تعلمون بقناعتنا القضية الكردية هي مرتبطة بشكل عضوي بتحقيق الديمقراطية في سوريا بشكل عام، حل القضية الكردية. ولكن نتفق تماما، ونحن نعمل جاهدين حتى بكل لقاءات أو جولات اللجنة الدستورية في جنيف، ومن دون جولات أيضا نحن نتفاعل مع المجتمع الدولي، نتفاعل مع الأمم المتحدة، نتفاعل مع السوريين. وربما الدكتورة سميرة شاهدة على ما نقوم به، ونؤكد عليه دائما ضرورة معالجة الغبن الذي حصل في تشكيل اللجنة الدستورية، ومعالجة تمثيل كل المكونات الشعب السوري بما يتناسب مع نسبة تواجدهم في سوريا. لأن عندك كتابة دستور أو عقد اجتماعي لأي بلد
بعد الصراع لابد أن يكون هناك تمثيل شامل. وبقناعتنا هيكلية اللجنة الدستورية الحالية ليس انعكاس للقرار الدولي 2254 بفقرته الأولى التي تؤكد على شمولية التمثيل وعلى التوازن في التمثيل، لأن ليس هناك لا شمولية في التمثيل ولا التوازن في التمثيل اللجنة الدستورية. وحتى اليوم كان لنا لقاءات نحن كمجلس وطني كردي والمنظمة الآسورية الديمقراطية ومن خلال أحد المنظمات المجتمع المدني المركز الأوروبي للدراسات، موجود فريق دعم في جنيف. واليوم كان لنا لقاءات مع عدة من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الألمان، الفرنسيين، الهولنديين، يعني مجموعة بحدود 10 دول تم اللقاء معهم. وهذه كان موضوع التمثيل ومعالجة التمثيل كانت أحد النقاط الرئيسية الموجودة على الجدول، والتي تم مناقشته مع المجتمع الدولي وبنفس الوقت مناقشته مع السوريين. وهناك اتفاق ليس فقط من قبل المجتمع الدولي أو الدول الأوروبية والأمريكان، وإنما من قسم لا يستهان به من المجتمع الديمقراطي والليبرالي السوري ومن السوريين بموضوع التمثيل وضرورة معالجة واقع التمثيل في اللجنة الدستورية. نأمل ذلك. دكتورة سميرة، يعني عقدتم لحد الآن منذ تأسيس اللجنة الدستورية 6 اجتماعات، فهل لاحظت بأن هناك تقدم أو آمال تحولت لحقيقة أو عمل يخدم أهدافكم، وخاصة في ظل الانفتاح أو تأهيل للنظام السوري عربيا ودوليا، وخاصة من قبل الدول الكبرى المؤثرة بالشأن السوري؟ نعم، بالواقع الجلسات الماضية لم تكن يعني بأي شكل تتناول عمل دستوري، يعني لا يمكن حتى تسميتها بالعمل الدستوري، كانت عبارة عن نقاشات ويعني أقرب ما تكون نقاشات بمحاور بعدة محاور، يعني لم تكن حتى تركز على توجه واحد، وشابه أيضا الكثير من لنقل تجاذبات، وأدى ذلك إضافة إلى حالة من التعطيل والتسويف المتعمد من قبل وفد النظام، بيأدى لهذه الفترة الزمنية الطويلة وإضاعة هذه الفترة الزمنية الطويلة وهي عامين دون الوصول إلى أي تقدم على السياق الدستوري. طبعا الجلسة السادسة، قبل الجلسة السادسة كان هناك منهجية عمل، يعني اقتراح منهجية عمل بعد النهاية يعني الفاشلة للجلسات الخمس، وما صدر حتى عن الجلسة الخامسة، وأعتقد أننا أيضا يعني تناقشنا في هذا السياق حول ما صدر من تناغم بين مواقف المعارضة ومواقف النظام حول تبني مبادئ يعني لنقل لا تذهب بعمق التغيير المطلوب، وإنما تعيد تدوير ما هو سائد حاليا والمنظومة السائدة حاليا بسوريا، وإعادة التدوير هذه يعني ستؤدي لاستمرارية الوضع الحالي، يعني بأقل تقدير إن لم نقل للمزيد من التقهقر وللمزيد من الدمار في سوريا. طبعا بعد هذه النهاية الفاشلة للجولة الخامسة تم وضع منهجية محددة على أساس أن يبدأ يعني هناك نقاش للبنود السورية والوصول لصياغات معينة. طبعا هذه المنهجية إن تم تنفيذها، إن تم الالتزام بها، إن تم الالتزام بأن آلية تفاعل اللجنة وعملها بشكل أو بآخر مع السوريين يكون مختلف، بحيث يكون هناك فعليا هذا التمثيل الذي يشمل جميع أطياف المجتمع السوري، وأن يكون أيضا التفاعل والشفافية والمصداقية في العمل مع السوريين مطلوبين وموجودين. في هذه الأحوال وأن توفرت هذه الشروط، وبشكل خاص بما يتعلق بوجود كتلة للمجتمع المدني في هذه العملية بشكل مؤثر وفاعل وليس بشكل يعني ديكور كما كانت عليه سابقا، فبالتالي بهذه الحال قد يكون هناك تحرك في هذا المسار. لكن قبل كل هذه الآليات وقبل كل هذه الأمور يجب أن يكون ما طرحته في بداية سؤالك، ما أن يكون الهدف، ما هي مهمة، ما هي وظيفة هذه اللجنة الدستورية في
في السياق السوري، ما الذي ستقدمه؟ كيف نتفادى حالة ما شاهدناه من مفاوضات خلال يعني سنوات عديدة على حساب معاناة السوريين؟ إذا يجب أن يكون هناك هدف، والهدف بالنسبة لي يجب أن يكون واضحا حول التغيير الدستوري، يعني حول وضع دستور سوري جديد، لأن فعليا الفشل الذي وصلت له سوريا هو ليس وليد 10 سنوات من الحرب. لدينا واقع الدولة السورية التي يعني أسست بعيدا عن مصالح أبنائها وبعيدا عن واقع المجتمع السوري، وأسست في ذلك الحين نتيجة لتوافقات سياسية عالمية وتقاسم مصالح وتقاسم اقتصادي وإلى ما هنالك من أمور يعني ربما أصبحت واضحة لدى الجميع أو نأمل ذلك على الأقل. لكن هذا النموذج بالحقيقة أثبت فشل كبير، ومن أهم البراهين لنقل العملية على فشله وللأسف لكن هذا الواقع أننا لغاية اليوم تغيب عن المجتمع السوري الهوية السورية الجامعة. وهنا يعني اسمح لي أن أعطي مثال بسيط جدا عما يحصل من تداول على وسائل التواصل عندما تحصل مجازر في أي منطقة أو لأي طيف من المجتمع السوري، أطراف تهلل للمجازر بالأطراف الأخرى وإلى ما هنالك. هذا دليل فشل بناء هوية سورية جامعة، دليل فشل بناء هذه الوحدة المعنوية على الأقل، والتي تؤمن الاستقرار والتي تؤمن استمرارية الدولة وتؤمن فعليا إمكانية تحقيق حقوق المواطنين فيها. إذن هذا الفشل يدعونا ويدفعنا حقيقة، ليس فقط يدعونا لتبني تغيير جذري في هذه المنظومة وعدم إعادة تأهيلها لكي نضمن أن هذا التغيير كيف بده يصير في ظل وجود نظام قمعي هو سبب أساسي للتدمير والإرهاب في سوريا يعني. نعم. طبعا إذا تم إصلاح الدساتير السابقة فإن استمرارية النظام القمعي كما تفضلت تكون يعني جزء من هذا الناتج، لكن ما يجب أن نعمل عليه هو التغيير الدستوري، أي أن تغيير المنظومة تغيير النظام يتم عبر تغيير الدستور ووضع آليات ووضع فعليا أطر متينة وصلبة تمنع إعادة تدوير أي نظام شمولي بغض النظر إن كان النظام الحالي أو سواه. دكتورة، أنت ذكرتي عدة مرات إن تم طبعا، وهل إن تم هناك حتى ديمستورا نفسه مقيد، يعني ما عنده صلاحية من الأمم المتحدة من الدول الكبرى، يعني مين بده يجبر القوى المجتمعة باللجنة الدستورية حتى بالمفاوضات يعني بين النظام والمعارضة، مين بده يجبرهم على تنفيذ قرار مثلا 2254 مثال على ذلك؟ بالواقع لا يمكننا إجبار أي طرف، لكن من وجهة نظري يمكننا كسوريين فعليا العمل على هذا التوجه والاستمرارية بهذا التوجه وإظهار وإقناع بقية لنقل الدول المؤثرة وكل من هو ضليع بالشأن السوري بأن بالواقع وبالحقائق بأن الاستقرار الذي تطمح له كافة هذه الدول في هذه المرحلة يجب أن يمر عبر تحقيق مصالح السوريين، ويجب أن يمر عبر رؤية ليست رؤية مؤقتة أو يعني تحقق مصالح دولة معينة أو تحقق مصالح عسكرية. يجب أن تحقق حالة مستدامة وأؤكد على هذه الكلمة مستدامة من الاستقرار، يعني ليس استقرار سطحي كما كان سائدا فترة الأسد، لأنه فترة حكم الأسد كان أغلب لنقل قبول أو تفاعل المجتمع الدولي مع هذه المنظومة يقع تحت بند أنه يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن هذه الحالة كانت ظاهرية، لم يكن هناك فعليا هذا الغطاء الذي أظهره النظام أمام المجتمع الدولي بأنه يحقق أمن ويحقق استقرار. عندما رفع الغطاء عن هذا الأمر وعندما نعرف ما هي الديناميكية التي جرت ضمن المجتمع السوري وما هي آلية إنتاج التطرف وإنتاج التوجهات المتشددة بكافة أحوالها، نرى أنه لا يوجد ولم يكن هناك استقرار ولم يكن هناك أمن، وأن الإخلال بالأمن كان في المنطقة ولكن أيضا أصبح إخلال بالأمن العالمي. من هذا المنطلق علينا أن نسعى لنقدم رؤية متوازنة من منطلق واقعنا ومن منطلق مصالح السوريين، وأعتقد
أعتقد أن هذا التوجه اليوم في ظل المنعطفات السياسية الكبيرة على صعيد الإنسانية، وجميعنا نعلم ما هي التحديات التي تواجه وما هي التغيرات التي تواجه السياسات في المنطقة. أعتقد أنها الفرصة الأنسب، وإن لم نستطع وآمل أن نستطيع الوصول لهذا الأمر، لكن فعليا سيسير الأمر بشكل كارثي باستمرار نظام قمعي، باستمرار الصراعات، وب يعني تدهور تدريجي أكثر وأكثر لسوريا. تمام. أستاذ حواس، الدكتورة سميرة شوي متفائلة، ولكن حطت شروط إن تم تنفيذ، وإذا هل نقاط إذا بقي النظام، ونحن نشاهد هناك إعادة تأهيل تعويم للنظام في ظل ذلك، في يعني تمسك النظام وغالبية المعارضات، الأطر المعارضة أقصد، كل الأطر المعارضة، وخاصة في قوى الائتلاف باسم الجمهورية العربية السورية، وإنها جزء من الوطن العربي الكبير، وكذلك رفض الفيدرالية التي ينشدها المجلس الوطني الكردي ومقررة في برنامجه السياسي. كيف لكم ضمان حقوقنا القومية الكردية العادلة في سوريا الجديدة المنشودة التي ننشدها جميعا؟ في نقطتين خلينا نميز بيناتهم أستاذ سليمان. النقطة الأولى هو المجريات الجولة الحالية، وماذا يختلف الجولة الحالية من اللجنة الدستورية عن الجولات السابقة. هلا ما يدعو للتفاؤل بالجولة الحالية البدء بتقديم الأوراق بغض النظر عن مضمون الأوراق، البدء بصياغة تحت مسمى المبادئ، رغم أنه بقناعتي الشخصية وباطلاعي وبتحليلنا ودراساتنا للأوراق المقدمة من قبل الورقة الوحيدة التي أستطيع أن أقول بأنها ورقة أكاديمية مهنية تم تقديمها هي ورقة المجتمع المدني، رغم لدينا ملاحظة أيضا على أحد الفقرات والتي الدكتورة أحد أعضائها. نعم نعم. ورقة المعارضة التي كانت تتعلق بالجيش والأمن هي ورقة جيدة، ولكن بقناعتنا هي بحاجة لاستكمال بعض النقاط الأخرى، وربما هي فرصة لنتكلم عن كل ورقة وأشكاليات الموجودة فيها. ورقة الأوراق أو الورقتين التي تم تقديمهما من قبل النظام هي عبارة عن مفخخات تم تقديمه لإيجاد أشكالية ولضرب الجولة الحالية التي يعني أرغموا على المجيء إلى جنيف وعقد هذه الجولة. بقناعتي هناك ضغط روسي حاليا، هناك إرادة روسية وضغط روسي على النظام للانخراط في العملية الدستورية واللجنة الدستورية، سياسة خطوة مقابل خطوة. وهذه السياسة بالنسبة لي شخصيا لدي مخاوف كبيرة من موضوع سياسة خطوة مقابل خطوة. ربما سياسة خطوة مقابل خطوة توصلنا لموضوع. وهنا في الأخ أبو ثروت ملا يؤكد كلامك، مناقشة مشروع الدستور بوجود النظام هو الاعتراف بشرعية النظام، يؤكد كلامك. تحياتي للأستاذ أبو ثروت الملا. ليس المبدأ الأساسي لا يتعلق بموضوع الحوار مع النظام يعطي شرعية للنظام. النظام لا زال قانونيا وفق القانون الدولي، هناك اعتراف دولي بالنظام، هناك اعتراف دولي بسلطة الدولة السورية، واعتراف بأنه جزء من المعارضة. بقناعتي أثناء التشكيل اللجنة الدستورية، وهذه أحد إيجابياتها، تكلمنا عن السلبيات التي ترافقت مع اللجنة الدستورية، ولكن إحدى إيجابيات اللجنة الدستورية تحول النظام من ادعائه للشرعية الكاملة على الدولة السورية إلى 1 من 3. النظام الآن يمتلك ثلث الشرعية ولا يمتلك كل الشرعية، والنظام انخرط على هذه الأساس، انخرط على أساس. بس لا تؤاخذني، هناك يعني خلينا نكون واقعيين، مثل ما بيقول المثل السوري، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. يعني غالبية الأطر المعارضة قسم منهم حتى بالائتلاف، بهيئة التنسيق، بمنصات موسكو، ويعني ممثلين للنظام، ولكن بشكل معارضة. يعني ربما نختلف بهذا التقييم بموضوع أنه ممثلين عن لا أقول الكل، أقول قسم، يعني بعض الشخصيات. نحن نسعى لأن نصل إلى سوريا ديمقراطية، نسعى لأن نصل إلى أن يستطيع أي سوري أن يعبر
عن رأيه بكل حرية. قد يكون هناك شخص معارض أو تيار سياسي معارض في بعض النقاط يتفق بوجهات نظره مع السلطة الحاكمة، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نعطيه تهمة بأنه تابع للنظام أو يتبع للنظام. بقناعتي بالعمل السياسي هذا المصطلح بقناعتي الشخصية لا يمكن أن نطلقه دائما على الآخرين بغض النظر مهما اختلفنا معه. يجب أن نؤمن بحرية التعبير عن الرأي، يجب أن نؤمن بأنه المكونات والهياكل السياسية لها الحق أن تعبر عن وجهات نظرها بغض النظر مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذه الرؤية وهذه وجهة النظر. لا شك يعني اعذرني ربما ببعض القضايا سترى نفسك متفق ببعض النقاط مع النظام أكثر من المعارضة. أنت كأستاذ سليمان ربما هذا لا يعني بأن أستاذ سليمان ليس معارض. بس حواس، بس عفوا، وخلينا اذكرك بمثال. اذا عم نشوف مثلا اعضاء بالائتلاف وهم بنفس الوقت اعضاء بحزب اردوغان وحزب داوود اوغلو يعني وعم بيرفعوا صورهم وفخورين بذلك، فاذا كان وينشدون للمحتل فكيف لا يكونون للنظام؟ يعني خلينا نكون واقعيين شوي يعني لكي يعرف شعبنا انه فعلا المعارضه هشه. ما نقول الكل، ولكن في قسم كبير بكل الأطر هناك وجوه فعلا باعت الوطن لأجل مصالحها الحزبية أو الشخصية أو انتماءاتها القومية. أستاذ سليمان، بالنسبة لنا نحن نسعى جاهدين لتحقيق الحرية والديمقراطية، لتأمين البيئة الآمنة والمحايدة، لضمان عودة كل السوريين، لأن يبتعد الأجندات الخارجية بالتأثير على السوريين بكل تنوعهم. وبقناعتنا هذا الموضوع يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى أن نثق نوعا ما ببعضنا وأن نساعد بعضنا البعض لأن نجد حالة سورية بحتة، ولأن ندفع باتجاه استقلالية القرار السوري إن صح التعبير، والاحترام رؤى ووجهات النظر المختلفة بتعبيراتها السياسية الأخرى. وهذا الموضوع اعذرني يعني لا زال التيار النظام أو ورقة النظام التي تم تقديمها البارحة لا زال يتغنى بشيء غير موجود، واقع الوطن العربي، وكأنه الوطن العربي موجود وله عاصمة، وكأنه اليوم السودان وكأنه لديها رغبة أنه تتوحد مع بقية أستاذ حواس، المعارضة كمان تتمسك باسم الجمهورية العربية السورية، يعني هذا شو بيختلفوا عن النظام؟ لا يوجد أي ورقة مقدمة من قبل المعارضة متمسكة باسم الجمهورية العربية. الورقة المقدمة والتي تم نشرها على الإعلام هي ورقة النظام. ردود المعارضة وبعض الشخصيات من المجتمع المدني كان ردود سورية بحتة. بعض الشخصيات من المعارضة، لا شك هناك تيار سياسي في المعارضة يرى بأن هذا الاسم وهذا وجهة نظر ورؤية بالنسبة لهذا الطرف، ولكن ليس هناك ورقة باسم المعارضة تم تقديمها تحت مسمى الجمهورية العربية السورية. هناك آراء ضمن المعارضة وهذا حقهم طبيعي، كما هو حقي أن أعبر عن وجهة نظري وعن رؤيتي وعن طموحي القومية. أيضا هناك تيار قومي عربي يجب أن أكون متفهم لطرحه ولرؤيته لوجهة نظره. ما يحق لي لا يجوز أن أمنعها لغيري. بالتأكيد ولكن لا نتحول إلى حالة عنصرية، ولكن لا نتحول معا إلى حالة عنصرية بكل تأكيد. وهذا مطلوب منا جميعا أن نسعى لتوحيد وجهات النظر والبحث عن النقاط المشتركة لتأسيس لسوريا شاملة، سوريا لكل السوريين، سوريا تكون هي الحاضنة الأساسية للتنوع لمكوناتها المجتمعية المتنوعة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية، مع الإقرار الدستوري بالحقوق القومية لكل المكونات والحفاظ على الأركان الأساسية لسيادة الدولة. عندما نتكلم عن سيادة الدولة هناك 4 أركان أساسية. إذا غضينا النظر عن أي ركن من هذه الأركان فبالتالي هناك مشكلة حقيقية. ومن هذه الأركان الأساسية هو الشعب، إرادة الشعب. أنا
ما فيني أفرض على أي منطقة أو أي فئة أو أي مكون من مكونات الشعب أفرض عليه أنا كسلطة شو بده، هو اللي يختار ويحدد مصيره الداخلي. حدود الداخلية لسوريا أو الحدود الدولية لسوريا اللي تم الاعتراف فيها دوليا لابد أنه نحترمها، احترام هذا الحدود واحترام سيادة الدولة على هذا الحدود ككل. النظام اخترق هذا المبدأ، المبدأ السلطة المنتخبة المنبثقة من إرادة الشعب والتي تعمل لأجل مصالح الشعب يجب أن يكون دورها أساسي وأن يكون هناك سلطة حقيقية في هذا الموضوع. بقناعتنا النظام بورقته المقدمة تم استهداف على الأقل 3 أركان رئيسية من أركان السيادة إن صح التعبير. يعني تم استهداف إرادة الشعب، تم استهداف حدود الدولة السورية الحالية واعتباره قطر ضمن مجموعة الأقطار، وأي مواطن سوري لا يعمل ويكون مخلص للعروبة فيعني هذا المواطن معرض لعقوبة جنائية. أي حدا بيفكر بموضوع حكم ذاتي، توسيع اللامركزية الفيدرالية بمعناها الحقيقي، هذا معرض لقانون جنائي وتهديد مباشر وواضح، وكل هذا يناهض معنى الحقيقي لسيادة الدولة. فبالتالي نحن كقوى وطنية ديمقراطية يقع على عاتقنا جميعا أن نتكاتف، أن نتوحد، أن ننطلق من المشتركات الموجودة بيننا، يعني دعني أختم قولي، قوتنا في وحدتنا. إذا توحدنا كقوى ديمقراطية مجتمعية سورية بوجه الأنظمة المستبدة بغض النظر أو الأفكار المستبدة، حتى التيارات السياسية المستبدة أيا كان بغض النظر عن التسميات، أنت إذا كنت متحد مع بعض بكل تأكيد راح يكون عندك قوى لتتواجه القوى العنصرية، القوى الشوفينية، القوى الدكتاتورية، القوى الفئوية، القوى السلطوية. بكل تأكيد راح تكون القوى الموحدة لمواجهة القوى الأخرى اللي بقناعتنا لابد أنه يكون هذه المرحلة حاسمة لوضع حد للتفكير العنصري الشوفيني الإقصائي باتجاه أي كيان أو أي مكون من مكونات المجتمع السوري. نأمل ذلك. دكتورة سميرة، ناقشتم 3 أوراق من النظام والمعارضة والمستقلين أو قوى المجتمع المدني. ما هي النقاط المشتركة بين هذه الأوراق ال3؟ وهل تتوقعين التوصل لاتفاق حول في هذه الجولة لاتفاق ما؟ طبعا الأوراق تعلقت بكل من البنود المطروحة، يعني كل بند تم نقاشه، وكما تعلمون كان هناك بند طرح من قبل الوفد الموفد من الحكومة، وبند طرح من وفد المعارضة، وبند وأخذ من قبل المجتمع المدني. أعتقد في المرحلة الحالية وبما أنه يعني قد بدأ تمهيديا لنقل الدخول في البنود، فقد يكون الخروج بصياغات يعني لنقل نهائية من هذه الجلسة قد لا يكون يعني أمر أكيد، لكن على كل الأحوال على الأقل كان هناك طرح لهذه الأوراق، وكان هناك أيضا طبعا هذا طرح بشكل أو بآخر تم وصوله يعني للسوريين، للرأي العام السوري، ولكن أيضا نأمل أن يكون في الاجتماعات القادمة أن تكون هذه التداولات على درجة من الشفافية، لأنه في الواقع من يعمل لمصلحة السوريين ليس لديه ما يعني لنقل ما يبعده عن الشفافية تجاه الشعب السوري. بالنتيجة هذا الدستور يجب أن يوضع لمصلحة السوريين، فبالتالي في هذه المرحلة أعتقد أن التداولات لا زالت يعني تدور بأفق النقاشات حول كل من البنود المطروحة، وكل من البنود المطروحة قدمت عليها كما تفضلت عدة أوراق، فبالتالي الوصول للصياغات أعتقد
أعتقد أنه غير أكيد في هذه المرحلة، لكن على الأقل لنقل أن العجلة قد بدأت بالدوران، على أمل أن لا يكون هناك تسويف وتعطيل. وكما رأينا يعني على سبيل المثال البارحة المجازر التي حصلت، القصف في أريحة، ولكن أيضا افتعال التفجيرات في دمشق أثرت أو كانت ممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على المحادثات التي تجري أو على مواقف، وهذا الاستقطاب الذي جرى بين السوريين والتوجه السلبي تجاه اللجنة الدستورية. كل هذه الأمور هي ألاعيب يمكن أن تستمر من قبل أطراف ليس من مصلحتها أن يصل السوريين لرؤية مشتركة ولبناء دستور سوري جديد. فمن هذا المنطلق علينا أيضا أن نكون واعين أن هذا العمل هو فعليا هو ما سيحقق التغيير الحقيقي، وليس التغيير السطحي أو يعني كل ما يمكن أن يكون أو يصب في إعادة التدوير. دكتورة، أنت كشخصية معروفة بالشفافية وبالوضوح، يعني ما برأيك هل أوراق الثلاثة ما هي النقاط أو النقطة ولو كانت نقطة واحدة مشتركة بيناتكم، يعني بين جامعة بين هالثلاث أوراق اللي ممكن تتفقوا عليها؟ طبعا ورقة الوفد من قبل النظام هي غالبا تذهب باتجاه الدستور 2012 بشكل رئيسي، فبالتالي يعني أعتقد أن هذا المسار الذي سيتبعه. ورقة المعارضة تذهب أيضا بشكل أو بآخر نحو طرح أمور يعني على درجة من الأهمية، لكنها بالنتيجة ممكن أن تتقاطع بنقاط معينة. من وجهة نظري حقيقة يجب تبني يعني أكبر قدر ممكن لنقل من الأفكار الحيادية، يعني أفكار المجتمع المدني الحيادية السياسية، يعني تبتعد عن الاستقطابات وتذهب باتجاه مصلحة السوريين. فبالتالي قد يكون هناك اتفاقات على نقاط عامة، لكن أعتقد أنه في هذه الجلسة من المبكر الحديث عن الاتفاقات على فعليا أمور منجزة. طيب، ورقة قوى المجتمع المدني أستاذ حواس ذكر يعني كانت من أفضل الأوراق اللي قدمت، يعني قال له في ملاحظة على فقرة واحدة يعني وذكرها. ما تعليقك على ذلك؟ أنا ما ذكرت أستاذ سليمان، يعني ما فتنا بموضوع الأوراق لحتى أذكر. ربما عند لا، ذكرت انه في نقطه ما يعني ذكرت انه في ورقه نقطه. انا ذكرت في نقطه بالنسبه لنا، هاي النقطه بحاجه لتعديل، وبتوقع مهم جدا بعد السماع الراي. يعني انا بالنسبه لي شخصيا مهم اسمع تعقيب دكتوره سميره، ورغم هلا حاليا يعني عندي لقاء مع بعض الزملاء الممثلين عن المجتمع المدني ايضا لمناقشه الورقه بشكل عام والنقطه الموجوده. لنسمع الدكتورة سميرة ونعود إليك. شو النقطة اللي فيه تثير يعني ملاحظتك عليها أول شيء أستاذ حواس؟ ما يتعلق بورقة المجتمع المدني، أنا برأيي ورقة أكاديمية متعوبة عليها، ورقة جيدة تصلح، ولكن بالفقرة الثالثة من الورقة المجتمع المدني يعتبر المعاهدات الدولية أدنى من الدستور، وهذا يخلق لدينا تخوف بتفاصيل الدستور في المرحلة اللاحقة. نحن نعلم جميعا، وهذا أيضا مرتبط بشكل أو بآخر بموضوع سيادة الدولة. السيادة ليس هناك سيادة مطلقة بمعنى الكلي، فبالتالي المعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها سوريا بقناعتنا يجب أن تكون أعلى من الدستور وليس أدنى من الدستور. الفقرة الثالثة من ورقة المجتمع المدني تقول بأن المعاهدات الدولية أدنى من الدستور وأعلى من القوانين الوطنية طبعا معروف، وتكملة الورقة باتجاه الآخر. هذا هي الملاحظة الأساسية بالنسبة لنا على ورقة المجتمع الدولي. والآن نسمع تعقيب الدكتورة سميرة على هالنقطة هذه. طبعا بالبداية يعني أعتقد من الطبيعي أن يكون يعني الأستاذ حواس أقرب لورقة أو لطروحات، يعني بشكل عام ليس بالورقة بالذات لكن لطروحات التي يذهب إليها المجتمع المدني، لأنها فعليا تنطلق من يعني قدر الإمكان لنقل تنطلق من المساواة بين السوريين وتحقيق حقوق جميع المواطنين، ولا يوجد هذه يعني الاستقطابات الأيديولوجية بشكل أو بآخر التي يمكن أن تثير
تأثير التوجس المشروع حقيقة عند السوريين. طبعا بالنسبة للنقطة اللي تفضل فيها الأستاذ حواس حول المعاهدات الدولية، طبعا بالتأكيد هو تحفظ يعني بمكانه ويتوجب النقاش. موضوع المعاهدات الدولية بيدخل تحته يعني تفاصيل أيضا كثيرة، وهناك بعض الجهات التي تجد أن المعاهدات الدولية قد تتعارض مع توجهات محددة، فبالتالي يكون هناك أيضا توجس من الجهة الأخرى حول المعاهدات الدولية. بالنسبة لي وهنا أطرح رأيي شخصي، طبعا لا أطرح يعني رأي مجموعة بحكم هناك يعني تفاوتات كبيرة بين وتباينات بالآراء بشكل أو بآخر، لكن المعاهدات الدولية يجب أن تكون شرع حقوق الإنسان بشكل رئيسي، ولكن أيضا كافة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا يجب أن تكون لها الأولوية أو بالأحرى اليد العليا. ما أسميه اليد العليا يعني عندما يكون هناك تعارض بين أي بند وبين ما نصت عليه القوانين الدولية وما يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، فإن اليد العليا تعود لهذه المعاهدات ولهذه الشرع. لكن بنفس الوقت لدينا خصوصيات يجب أن تؤخذ بالمجتمع عموما، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما لا تتعارض مع حقوق الإنسان. يعني هنا المفتاح أعتقد، وهذا الأمر يمكن أن نصل له بصياغات يعني أكثر تعمقا. عندما لا تتعارض مع حقوق الإنسان، هذا هو الشرط الذي يحدد ما هي البنود أو التوجهات التي يكون لها الأولوية، أو يعني كما ذكرت بدرجة أدنى أو بدرجة أعلى من المعاهدات الدولية. تمام. سنعود أستاذ حواس باختصار، يعني هل يعني لك ملاحظة أخرى على هذه الفقرة؟ لا شكرا. اتوقع نحن متفقين انا والدكتوره سميره بهذا الموضوع تحديدا، وفي مناقشات كبيره بيننا وبين جزء من ممثلين المجتمع المدني، وهم ايضا جزء منهم يتفقون مع هذه الرؤيه، ولكن الجزء الاخر ايضا لديه تصور، وبرايي نحتاج لتعميق مناقشاتنا كسوريين بشكل أعمق بكل القضايا، ويبقى هذه الورقة من الأوراق المثروبة عليها، من الأوراق التي تستحق بقناعتي الشخصية التقدير للجهود التي بذلت لصياغة هذه الورقة. لابد أن نتوقف على الأوراق الأخرى التي تم تقديمها بقناعتي طالما صار الحديث. فأنا بدي أعتذر منكم، معي ربع ساعة لازم أغادر الجلسة، لذلك حابب أن أعطي وجهة نظري بالأوراق الأربعة التي تم تقديمها إن كان هناك مجال. أستاذ سليمان تفضل. بس معناته بدنا ناخذ إذا بس كان تفضل باختصار هالنقطة، وفي لأنه عندي سؤال مهم لك. تكرم. هلا الورقة المقدمة من النظام باليوم الأول ما يتعلق بالسيادة هي عبارة عن مفخخات سياسية بكثير من الأحيان كما قلت في مداخلتي الأولى تستهدف الأركان الأساسية لسيادة الدولة، لا تعترف بحدود سوريا كدولة نهائية للسوريين، لا تحترم إرادة الشعب السوري، تعتبر أي تفكير باللامركزية أو بإدارة ذاتية أو بتوسيع حكم محلي ذاتي هي عقوبة جنائية. هناك خلط بين القانون العقوبات وبين الجنايات. يحاول أن يصغر سوريا كقطر ضمن مجموعة من الأقطار التي هي أساسا غير موجودة. يسبق يتكلم عن الهوية، وعمليا مكان الحديث عن الهوية هي ليس في سيادة الدولة. لابد أن يكون هناك مبدأ خاص لمناقشة الهوية. وكما تعلمون جميعا تاريخ تأسيس الدولة السورية الحديثة إلى تاريخنا اليوم لم يصح للسوريين مناقشة هويتهم، لم يتمكن السوريين من كتابة هويتهم بأنفسهم. للأسف دائما تم فرض هوية على السوريين. نحن نتوقع الآن الظرف مناسب لأن يتناقش السوريين بجدية عن بنية هويتهم بتنوعهم باختلافاتهم القومية والدينية، والوصول لهوية مشتركة لحتى تكون حاملة وحدة سوريا، وليس فرض هوية كيان قومي محدد على بقية القوميات، وبالتالي سيكون لها تأثيرات في المستقبل، سيكون لها تأثيرات على مستقبل سوريا وعلى وحدة سوريا بقناعتنا
الشخصية. يبدو أنت مستعجل. في هناك من يدعوك. سؤالي الأخير لك وفيك تغادر يعني أستاذ حواس، يعني كونك في جنيف وهناك سمعنا من وراء الكواليس بأن هناك دولا تضغط على المؤتمرين على أنه تكون الإدارة الذاتية، أن تشترك الإدارة الذاتية باللجنة الدستورية، يكون لهم وفد في اللجنة الدستورية. وهل ذلك صحيح أولا؟ وإذا كان صحيح هل سيشاركون بصفة إدارة كردية؟ وهم يقولون علنا وجهارا ونهارا نحن لسنا كرد، نحن إدارة أمة ديمقراطية، يعني ما لهم علاقة بالكرد. فإذا ينحسب علينا تلك كارثة مصيبة كبرى يعني. فإذا هل ذلك صحيح؟ برأيي نسمع الأحاديث ليس فقط في هذه الجولة، إنما قبل تشكيل اللجنة الدستورية نسمع هذه الأحاديث، نسمع هذه المطالبات، ولكن بالنتيجة حتى الآن لا يوجد نتائج فعلية. كما تفضلت، الإدارة الذاتية لا تعلن عن نفسها ولا تسمي نفسها بإدارة كردية، وهي فعلا ليست إدارة كردية بكل مشاريعها وبكل بأغلب برامجها الحقيقية. هناك أشكالية. معالجة تمثيل الكرد، معالجة تمثيل الكرد يكون بقناعتنا كما تأسست، بغض النظر كما تأسست حالة اللجنة الدستورية على ثلاث مكونات أساسية إن صح التعبير: نظام، معارضة، مجتمع مدني. برأيي أيضا أي الصبغة السياسية بالإضافة للصبغة المدنية. بقناعتنا لا بد من معالجة تمثيل الكرد وفق الصبغة التي تم فيها إيجاد اللجنة الدستورية. الحالة السياسية لا بد من معالجة تمثيلها، وأيضا الحالة المدنية لا بد من معالجة تمثيلها، لأن المجتمع الكردي مثل جميع المجتمعات، بينهم منظمات المجتمع المدني وبينهم فئات تنتمي للحالة المدنية، لا بد أن يتلقى دورهم من الكتاب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، ولا بد أن يكون صوتهم مسموع بين السوريين. وهناك تيارات سياسية لها رؤية سياسية مثل بقية التيارات السياسية الموجودة في سوريا، من حقها أيضا أن تكون موجودة. شخصيات مختصة يعني قانونية، إعلامية، مهتمة بالشأن المدني، يجب أن يكون المختصين موجودين يعني وليس الحزبيين فقط. أشكرك. تفضل أستاذ سليمان. بكل تأكيد نحن نتكلم دائما على موضوع التخصص. الدساتير في كل بلدان العالم هناك ثلاث فئات من يعملون على الدساتير، يجب أن يشترك كل بنية المجتمع عليه. نحن لازلنا نعمل للوصول إلى تفاهم سياسي واتفاق سياسي على المبادئ الأساسية. فيما بعد بكل تأكيد هناك دور مهم وأساسي للمختصين بكل المجالات، حتى بمجال اللغوي، بمجال القانوني، بمجال كتابة الفقه الدستوري نفسه. أما حتى تاريخ هذه اللحظة، وأعتقد عدة جولات فيما بعد، لازلنا نعمل على إيجاد صيغة للتفاهم على عملية سياسية أو مبادئ أساسية اللي هو عمليا بنية أو جوهر الأساسي للوصول إلى اتفاق سياسي، ومن ثم الانتقال إلى كتابة الدستور. وأنا وياكم متفقين، وإذا صارت بالمستقبل لجنة يجب أن أكون أنا والدكتورة سميرة بلجنة، فنحن متفقين دائما. ومعك كحواس فيك تودعنا تغادرنا. شكرا جزيلا لك. سنستمر قليلا مع الدكتورة بتشكركم كثير. لحتى ما ينفهم غلط، في ورقة المعارضة أيضا بالنسبة لي في مشكلتين بورقة المعارضة التي تم تقديمها على موضوع الجيش والأمن، وبقناعتي كان من الأفضل للمعارضة أن لا تقع بردة فعل وتقدم ورقة ردا على تقديم نظام ورقة متعلقة بالإرهاب. ورقة الجيش والأمن كان عليه أن يركز على الديمقراطية، لأن الديمقراطية هو أساس إنهاء النظام. كان لازم لابد التركيز على مبدأ الديمقراطية بوجهة نظري الشخصي. ولكن رغم ذلك الورقة المقدمة بموضوع الجيش والأمن برأيي مبدئيا هي ورقة كانت جيدة، ربطت الموضوع بحيادية، توقفت على الحيادية، توقفت على ماهية العمل الجيش والأمن بموضوع حقوق الإنسان، الالتزام بموضوع حقوق الإنسان. ولكن بقناعتي هناك نقطتين أساسيين كان لابد من التركيز عليهما. الأول حظر انخراط الجيش بأي شكل من الأشكال في العمل السياسي، إعطاء الدور للسلطة التشريعية
في الرقابة وتعيين القادة في الصفوف الأول أو المراكز الأولية، القادة الأمنيين للسلطة التشريعية في تعيينها، ويجب أن يكون لها دور في تعيين القادة الأساسيين. وجهة نظرنا، بالإضافة طبعا بالعموم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الحديث عن شكل الدولة، نظام الدولة، هل شو يكون؟ لا مركزي مطاط، يعني مطاط، هل فيدرالية سيكون؟ شو شكل الدولة يعني؟ هذا المبدأ أيضا مبدأ للمناقشة، لم يتم مناقشته بعد، وخلال الجولات المقبلة أيضا سيكون هناك بنود أخرى، وهناك اتفاق أن يتم في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية 4 مبادئ. الجولة المقبلة سيتم تقديم مبدأين من قبل المعارضة، مبدأ مجتمع مدني، مبدأ نظام، وبكل تأكيد سوف يأتي الدور لمناقشة شكل إدارة الدولة. النظام غير مقتنع إلا بالقانون 107 اللي هو أشكالي مركزي وعليه المئات الملاحظات، ولكن هذا الموضوع شكل إدارة الدولة بقناعتي المعارضة والمجتمع المدني مطلوب منهم العمل بجدية على هذه المبدأ لتقديم شكل إدارة دولة يليق بالسوريين، يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، ويمنع احتكار السلطة بأي فئة من الفئات، ومنع عودة الإرهاب يعني والدكتاتورية. بس حواس بكلمة واحدة، الكرد سيقبلون بأقل من الفيدرالية؟ بكلمة واحدة قبل أن تغادرنا. الكرد جزء من المجتمع السوري، الكرد لديهم برنامج سياسي ورؤية سياسية، ومطلبهم هي الفيدرالية، وسيعملون بكل إمكانياتهم وطاقاتهم بموضوع الفيدرالية، ولكن يجب أن نقتنع بأننا بحاجة إلى شركاء، وبحاجة إلى تفاعل، وبحاجة إلى تفاهم بين السوريين. الأغلبية السورية بأن هذا الشكل للنظام هو الأفضل والأنسب لسوريا ككل، وليس فقط للكرد، لأننا عندما نطرح الفيدرالية لسوريا ككل وليس فقط للكرد، وبالتالي الكرد بمعزلهم لا يمكن لهم أن يحققوا الفيدرالية، وإنما مع أصدقائهم وحلفائهم من القوى الديمقراطية والليبرالية والسورية الأخرى التي تقف بعزم بوجه الاستبداد ومنع إعادة الدكتاتورية وضمان توزيع العادل للثروة والسلطة، وقتها بإمكانهم تحقيق الفيدرالية للسوريين ككل. نأمل ذلك، وجزيل الشكر على وجودك معنا. فيك تودعنا الآن، جزيل الشكر لك. شكرا جزيلا، جهودك بالنجاح. شكرا أستاذ سليمان، شكرا دكتورة سميرة، وشكرا للسادة المشاهدين والسادة بالكنترول، وبعتذر منكم جميعا لأنه اجتماع طارئ، يعني مضطر أنه بالتوفيق إن شاء الله. دكتورة سميرة، يعني آسفين تأخرنا عليك كونه بده يغادر. دكتورة سميرة، ما في مشكلة، تفضل. إليك شفتك عم تكتبي هيك ملاحظات، إليك تعقيب على كلام نكاك حواس؟ تفضلي. نعم، يعني بالحقيقة أنا رح أبدأ من حيث انتهى الأستاذ حواس حول موضوع لا مركزية الدولة، وأنا كنت من الداعين أنه يكون من أوائل البنود يلي يتم نقاشها، لأنه من وجهة نظري هو بيوجه بقية البنود حقيقة، يعني بيوجه العملية السياسية كليا عندما يكون هناك توافق على الرؤية العامة لإدارة الدولة. فبالتالي لكن طبعا البند قد يطرح مستقبلا، نأمل أن نطرح بأقرب فرصة ممكنة، لأنه ممكن يكون لنقل بشكل أو بآخر بوصلة لا توجيه بقية الحوارات ولا تحديد بقية الأمور. طبعا الفيدرالية كما نؤكد دائما عندما تأتي من منطلق واحد أو من طرف واحد فهي لا تحقق حتى الهدف المنشود منها. يعني الهدف المنشود من الفيدرالية أو التسميات التي يمكن أن تعتمد لأي شكل، لأنه حتى مصطلح الفيدرالية له المفاهيم أو المضامين تطبيقاته مختلفة ضمن الدول الفيدرالية، لكن على أي حال بالحالة السورية على الأقل وبدول المنطقة تبين أنه عندما تكون الفيدرالية بمنطقة واحدة أو بجزء واحد لا تحقق فعليا الهدف الأساسي منها، وهي تحقيق التنمية لجميع المناطق وتحقيق نظام حكم
تراكم حديث يمنع حالة المركزية، يمنع حالة التراكم البيروقراطي وتراكم باتخاذ القرارات والحالة السلطوية. كل هالأمور هي بيتم تجاوزها عبر اللامركزية، لكن عندما يتم تطبيقها من جهة واحدة فنحن لا نصل لحالة تنمية بعموم أنحاء البلد، ونحن ما نهدف إليه أن يكون هناك فعليا دكتورة، في العراق بعموم. مثال، يعني دكتورة لا تنسي في تماما العراق مثال كردستان نظام ناجح، يعني أثبت نجاحه، العراقيين صحيح. يؤكدون ذلك. تمام، لكن البقية لو تم الأخذ بعين الاعتبار باللامركزية عموم الأراضي حتى بالعراق كانت التجربة سيكون لها منظور مختلف، وإنما بمكان واحد فقط سيكون هناك فعليا استقرار جزئي لنقل بهذه المنطقة، لكن سيكون هناك حالات استقطاب، وهذا أمر يعني العراق هو نموذج عنه، والتي لا تسمح بوصول الاستقرار بكافة المناطق. فبالتالي من هذا المنطلق فعليا الانطلاق من اللامركزية بعموم الأراضي السورية، وفعليا بناء على أقاليم تحقق كل الشروط المطلوبة منها من الاستقرار الاجتماعي، من الاستقرار الاقتصادي، من التوزيع العادل للموارد، ومن الأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية التي تنتظر المنطقة، ولكن أيضا على الصعيد العالمي. كل هذه الأمور تدفع بنا أن فعليا نفكر بشكل جدي بهذا التوجه وبهذا المنطلق، وتماما من منطلق أنه يعني أن يكون مطلب ومطلب محق حقيقة لجميع أطياف الشعب السوري من أجل تنمية بلادهم. يعني الحالة المركزية هي حالة بسوريا على الأقل لأنها كانت مركزية شديدة ومرتبطة بحكم قمعي وشمولي، فإن نتائجها كارثية على التنمية بشكل رئيسي، على موضوع التنمية. فبالتالي طبعا دونا عن الحقوق والحريات وكل هذه الأمور، لكن موضوع التنمية بالذات كان يعاني بشكل كبير. الوضع في التنموي بسوريا بناء على حالة المركزية وتمركز جميع القرارات بيد السلطة أو بيد المركز. وطبعا في هذا السياق أشير لإحدى الأوراق التي نشرناها في حوارات أو نقاشات ضمن المجتمع المدني، أن طبعا هذه الدراسات تناولت مفهوم اللامركزية، وتناولت أيضا أن هناك فعليا تناول ممنهج أو هجوم ممنهج على هذا المفهوم بكونه بشكل أو بآخر يعني يتوجه من يهاجم هذا المفهوم بتشويهه بكونه يسعى للانفصال، بينما هو أبعد ما يكون عن هذا التوجه، إنما هو يسعى لإيجاد حالة من الاستقرار من منطلق جغرافي، وهذا هو يعني المنطلق الأسلم لنقول والأكثر سوية والأكثر عدالة من أجل فعليا إدارة شؤون أي دولة في العالم. فبالتالي دكتورة، في أخ محمد نوح عم بيسأل أنه أعتقد مفهوم الشرعية واسع غير متعلق بالمفاوضات، نصف سكان سوريا خارج الحدود أو نازح، تعقيبك؟ تماما أوافق الزميل إذا كان الأخ المداخل إذا كان يتحدث طبعا عن مفهوم الشرعية ربما يقصد شرعية اللجنة الدستورية، لكن في الواقع نحن لدينا اليوم حالة استثنائية في سوريا. هذه الحالة الاستثنائية تتطلب منا حلول فعليا استثنائية وتتناسب مع خطورة الوضع ومع المسؤولية الملقاة على عاتق السوريين. أما فيما يتعلق بشرعية النظام ففي الواقع الشرعية تستمد من عدة مرتكزات، وربما ذكر أيضا الأستاذ حواس خلال مداخلته بعض هذه الأمور. نظام الأسد رغم احتفاظه بشكل أو بآخر بتمثيل سوريا في المحافل الدولية، لكنه فقد الشرعية الشعب السوري والذي هو نصفه خارج الحدود، ولكنه أيضا يفقد تدريجيا القدرة على إدارة مؤسسات الدولة وعلى تأمين احتياجات المواطنين. هذا جزء من الشرعية. النظام الذي لا يؤمن الاحتياجات للمواطنين يفقد تدريجيا هذه الشرعية، ونحن نرى اليوم حالة الانهيار الاقتصادي في سوريا والانهيار بشكل أو بآخر بالحالة المعيشية للسوريين، والتي تنبع بشكل رئيسي من ممارسات هذا النظام ومن الانتهاكات الإنسانية التي قام بها ومن احتكاره للاقتصاد السوري وحالة الفساد المستشري في صفوفه. فبالتالي هذه الأمور يعني لنقل تدريجيا يمكن أن نعيد النظر بهذا المفهوم وبتوجهاته المستقبلية.
دكتورة، في سؤال من الأخ الفنان خليل كادار، بيقول سؤال لك تحديدا. نحن الجميع نعلم ما تحملته المرأة السورية من حمل ثقيل خلال السنوات العشر الماضية في المعتقلات وخيام النزوح والموت في أعماق البحار ومن ثم بلاد اللجوء. ما رأيك بدور النسوية السورية في المهاجر من خلال أنشطتها المتعددة، ونحن نعرف كيف دنس النظام نسواناته في كل المناحي الثقافية هنا في الغرب تحت شعارات ويافطات فضفاضة، منها السلم الأهلي أو مناهضة ونبذ الطائفية. وهل برأيك أنه ما زال بالإمكان الحديث عن وطن واسمه سوريا بوجود العشرات من الاحتلالات هناك؟ نعم، هناك عدة أسئلة بما تفضل به الأستاذ خليل مشكورا، لكن بداية أتحفظ على مصطلح الذي ذكره بتوصيف السيدات الناشطات في البلدان المهجر. لماذا؟ لأن هذه الحقوق التي تطالب بها السيدات هي فعليا هي حقوق نشأت بشكل رئيسي من الشرائع الأولى التي كانت موجودة في مناطقنا، فنسب حقوق الإنسان لأي جهة، وهذا هنا يعني يتقاطع أيضا بشكل أو بآخر مع التحفظ الذي ذكره الأستاذ حواس حول ورقة المجتمع المدني. تناول الحقوق الإنسان وتناول حقوق المرأة بشكل خاص على أنها توجهات تأتي من الغرب أو غريبة عن مجتمعنا أو بعيدة عن ثقافتنا، هذا الأمر غير صحيح. أتمنى من كل إنسان سوري أن يعود ليقرأ تاريخ الحضارات بسوريا في هذه المنطقة التي وضعت فيها أولى الشرائع الإنسانية، وكيف كانت هذه الشرائع فعليا تساوي الإنسان دون أن نميز بمصطلح الإنسان بين المرأة والرجل. فبالتالي من هذا المنطلق بداية علينا أن يعني ننهي هذا التداول الخاطئ إلى أننا بعيدين عن هذه الحقوق الإنسانية أو أنها غريبة عن ثقافاتنا ومجتمعاتنا، وإنما الأحرى بنا فعليا أن ننطلق نحن من كيف نبني الاستقرار في مجتمعاتنا، ما هي الحقوق التي يجب فعليا أن تكون موجودة لكل إنسان، امرأة أو رجل أو طفل أو كل يعني لنقل كبار بالعمر وكل ذوي الإعاقة والجميع. ما هي الحقوق التي يجب أن نمنحها لكل إنسان لكي يكون هناك استقرار، وذلك يعني بشكل أو بآخر سيكون جزء من المسار السياسي وجزء من عملية الاستقرار بسوريا. فبالتالي طبعا هناك بعض لنقل التوجهات التي قد تكون توجهات اليوم نجمت نتيجة تطور مسار الإنسانية وليست يعني متناولة بشكل كبير في مجتمعاتنا، لكنها موجودة ويجب علينا أن نتناولها وأن نناقشها بموضوعية، وليس نناقشها من منطلق الحكم المسبق الذي يحمله البعض يعني للأسف تجاه أن هذه ثقافة بعيدة عن ثقافتنا، وأنا أرفض تماما هذا المفهوم. يعني سوريا وعموم المنطقة هي المنطقة التي بدأ منها التحضر الإنساني، والتحضر لا يمكن أن يتم دون عدالة وحقوق الإنسان. فبالتالي هذا ينفي أي إقصاء لمنطقتنا عن حقوق الإنسان، إنما هو تكامل الحضارات بين الشرق وبين الغرب، هو التراكم الإنساني الذي أوصل بنا اليوم لحالة ما يعرف بحقوق الإنسان وكيفية تناولها. طبعا الجزء الثاني من السؤال إذا سمحت لي حول هل برأيي بإمكاننا الحديث عن وطن اسمه سوريا؟ نعم، بإمكاننا الحديث عن وطن اسمه سوريا، والدليل على ذلك أننا اليوم على قناتكم ويتابعنا عدد كبير من المشاهدين نتحدث عن سوريا. الاحتلالات هي أمر مؤقت، وأمر كان وجد سابقا ليس فقط في بلداننا لكن في بلدان عديدة في العالم، لكن ذلك لا يلغي وجود الشعب، وهذا الشعب هو وجود الأرض، وهذا الشعب وهذه الأرض هو من يحقق بوجود هذا الوطن الذي اسمه سوريا. وهذه الاحتلالات بعد انتهاء هذه الحالة من العشوائية ومن الانفلات الأمني ومن انعدام الاستقرار سيكون هناك بالتأكيد خروج تدريجي لهذه الاحتلالات مع لنقل وجود الأشكال أكثر تحضرا من التفاعل، كتفاعل اقتصادي، كتفاعل إنساني، كتفاعل
الثقافي مع هذه الدول والتي هي اليوم موجودة بقوات عسكرية على أراضينا، وهذا الأمر يجب أن ينتهي عند الانتقال، وهو عامل حقيقة للانتقال لحالة الاستقرار. وهي عم بيقول أستاذ خليل، قصدت كيف دس النظام السوري ربيباته في جسد الحركة النسوية هنا في الغرب. أشكر الأستاذ خليل على التوضيح، وفعليا يعني وافق الرأي بأن هناك حالة لنقل بشكل أو بآخر يعني جاءت استقطابية، ونحن لا نحتاج الحالة الاستقطابية، فموضوع المرأة يدخل في كافة المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع المواضيع. دكتورة سميرة، سؤالي ما قبل الأخير. تفضل. يعني في ظل أنت عم تشوفي في سوريا الآن هناك انفتاح عربي تقريبا شبه كامل يعني على النظام، وبمباركة وتغميض عيون يعني من أمريكا والدول الأوروبية، وأنتم في جنيف تعقدون اجتماعات اللجنة الدستورية. أي دستوري هناك من يقول هذه الاجتماعات أو اللجنة الدستورية هي مادة إضافية أخرى لديمومة إرهاب وإجرام بشار الأسد، وإنه سيكمل دورته وربما نكون أمام حافظ الثاني. شو رأيك إنه هل بهالكلام هذا، وأنه فعلا يعني تعتقدين تؤمنين أن باللجنة الدستورية سيحقق شيء ما؟ طبعا موضوع اللجنة الدستورية كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء هو جزء من عملية الانتقال السياسي. لا يمكن أن يتم الانتقال السياسي دون أن يكون لدينا رؤية دستورية واضحة. أما عن موقف الدول العربية فهو موقف الدول العربية وليس موقف السوريين، وهو موقف مؤسف وأوروبا كمان للغاية. يعني والعالم كله، روسيا بالواقع لا يعني لا أعتقد أنه موقف دولي، لأن هناك فعليا توجهات قبل يعني تجزئة أو تجميد أو تجزئة فقرات قانون قيصر وبالسماح للنظام وكذا. هذه شو مدعم أمريكي يعني تغطية أمريكية عن لنقل أنها تنازلات جزئية، دعني أقول، وربما يكون لها بشكل أو بآخر مقابل سياسي، لكني لا أعتقدها. فهي ليست إلغاء رسمي لقانون قيصر، وهذه نقطة هامة جدا. ليست إلغاء رسمي لقانون قيصر والعقوبات الاقتصادية، لكنها أسميها أنا تنازلات جزئية. هذه النقطة المهمة. لكن لنعود لموقف الدول العربية. الدول العربية ليست يعني ليس هذا المحاولة التواصل ليس من الأسبوع الماضي أو من الشهر الماضي. نحن شهدنا خلال السنوات الماضية محاولات عديدة للتواصل مع النظام السوري، وكان دائما هناك ردع بشكل أو بآخر من المجتمع الدولي، رغم أنه كان من المفترض أن تكون هذه المواقف ذاتية، أن يكون هناك فعليا هذا القطع مع نظام ارتكب انتهاكات بحق السوريين. لكن ما أقدمه من وجهة نظر حول هذا الموضوع أن هذه النظم بشكل أو بآخر بعمومها تشكل منظومة في المنطقة وحالة محددة في المنطقة، وسوريا حقيقة هي مفتاح في المنطقة كما نعلم بعدة أمور أساسية، سواء على الصعيد السياسية الاستراتيجية والاقتصادية وغيرها. فبالتالي هذا التمسك بنظام الأسد هو بشكل أو بآخر تمسك بهذه المنظومة، وهنا يأتي لدينا الخلل بهذا السياق. يجب أن يكون هناك فعليا إعادة تفكير بكيفية انفتاح المنطقة، كيفية إنهاء هذه المرحلة الطويلة من قمع الشعوب، ومن تقييد مقدرات الشعوب، ومن تقييد إمكانيات التطور الطبيعي لهذه المنطقة في مسار الإنسانية عموما. وعلى الأخص وأعيد اليوم نحن أمام منعطفات سياسية كبيرة على الصعيد الدولي، ولكن أيضا أمام تحديات تجمع البشرية بشكل أو بآخر. تفضل دكتورة. في أحدهم يسألني أنه هل اللجنة الدستورية هي لجنة إصلاحية للنظام، لدستور النظام، لتمديد لحافظ ثاني؟ هيك كتب لي.
السوريون لم يقوموا بثورة من أجل إصلاح دستوري ومن أجل إعادة تأهيل نظام الأسد. السوريون دفعوا تكاليف كبيرة جدا، منها تهجير نصف الشعب السوري لخارج سوريا، إضافة إلى ما يدفعه اللاجئون في المخيمات من معاناتهم اليومية والمهجرون في عموم أنحاء العالم من يعني اجتثاثهم من جذورهم وابتعادهم عن أرضهم، وأيضا كل التضحيات ومن رحلوا من السوريين إيمانا منهم بإمكانية تحرير سوريا من حقبة الظلم والقمع والشمولية. طبعا كان هناك تشويه كبير في هذا المسار لكنه مستمر، وأيضا أكبر دليل على استمراريته هو أننا اليوم نتحدث أمام السوريين جميعهم بكل هذه الأمور ودقائق الأمور التي لم يكن من الممكن الحديث فيها قبل عام 2011. فبالتالي السوريون لم يبدأوا ثورتهم من أجل ويدفعوا هذه الأثمان من أجل إصلاح دستوري وعيد تأهيل نظام الأسد، إنما من أجل تغيير جذري في مستقبل سوريا، من أجل وضع أسس لدولة سورية حديثة ولدولة تحفظ كرامة الإنسان السوري بداية، وهي التي يعني تم نقول انتهاك كرامة الإنسان السوري طيلة عقود طويلة جدا. فبالتالي من هذا المنطلق أنا أتحفظ، وقد صرحت عن ذلك مرارا، على مصطلح الإصلاح الدستوري. الإصلاح هو العودة لشيء ماضي وإجراء تعديلات فيه. نحن نحتاج لدستور سوري جديد، ويجب أن يكون لدى جميع الأطراف الجرأة بأن يطرحوا هذا الأمر أمام السوريين إذا كان لديهم طبعا، وهنا أضع أيضا الصيغة الشرطية، لأنه النية ببناء سوريا حديثة للأسف ليست موجودة لدى الجميع. هناك من يضع سيناريو استمرارية الصراع ويعمل عليه، لأن استمرارية الصراع تعني أيضا استمرارية أمراء الحرب ورؤساء الميليشيات والمسؤولين عن الحواجز والفاسدين وكل ما نجم من ظواهر يعني سيئة ومسيئة خلال السنوات الماضية. فبالتالي علينا أن نكون فعليا واضحين بأننا نحن نريد بناء دولة سورية حديثة تقطع كليا مع الماضي، وأن يكون لدينا مسؤولية تجاه من ضحى تجاه هذا الهدف ومن أجل هذا الهدف، ولكن أيضا مسؤولية نحو مستقبل الأجيال القادمة. ما هي سوريا التي سنورثها لأجيالنا القادمة؟ هل هي سوريا الميليشيات الطائفية والفصائل المتطرفة لنقل أيضا الحالة الميليشياوية والتي خلقها أيضا النظام والحالة السلطوية والقمعية؟ لا أعتقد أن هناك إنسان سوري عاقل يأمل أن تعيش الأجيال الماضية بمثل هذه الظروف، إنما يسعى بكل مقدرته للتغيير في سوريا من أجل أن نقدم لهم الأفضل. نأمل ذلك دكتورة. أنا أسئلتي انتهت. سؤالي الأخير ليس بسؤال، إذا كان كلمة أخيرة لك أو سؤال كنت تتمنى أن أسألك ولم أسألك، تفضلي. طبعا أنا أشكركم بداية، كما اعتدنا يعني من قناتكم دائما نقاش وحوار منطقي وموضوعي ونحن نحتاجه. طبعا ليس لدي أي إضافات سوى أن أقول يعني كما اعتدنا أيضا أن العمل والمثابرة، ولكن أيضا الإيمان بأننا نستحق المستقبل الأفضل، ولا نستحق أمراء الحرب والمجرمين أن يكونوا هم من يعني يسيطرون ويهيمنون على سوريا ويكونوا هم من يمثلوننا أمام العالم أجمع، لأن السوريين ليسوا بهذه الصورة، بينما هم بالواقع وبالحقيقة لنقول يعني استمرارية لكافة الحضارات التي كانت في المنطقة، وسيشكلون مستقبلا رديف هام لتقدم الإنسانية. نعم ذلك. كل الشكر لك دكتورة على وجودك. في تحيات كثيرة لك وللأستاذ حواس، من دكتور محمود عباس، من الأستاذ شكرا وتحياتي للدكتور محمود إبراهيم اليوسف، وكثير من الشخصيات، يسرى زبير، نجاح المحامية نجاح هوفك، كثيرين ما شاء الله. شكرا للجميع. شكرا أستاذ نجاح. شكرا. كلهم بيوجهوا لك التحية ونحن نوجه لك تحية شكر على وجودك معنا، ونتمنى أن تبقي معنا 5 دقائق بالاستوديو بعد ما نودع المشاهدين لتقييم الحلقة. كل الشكر لكم مشاهدي بيف تي في الكرام على متابعتكم، وانتظرونا يوم الخميس القادم وحلقة جديدة من برنامجكم حواراتنا. إلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله.